يواصل الإعلام والصحافة في إسبانيا الحديث عن المنتخب المغربي بشكل قوي، مباشرة بعدما تأكدت ملاقاة منتخب لاروخ لام أسود الأطلس في ثمن نهائي كأس العالم بقطر في المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل بملعب المدينة التعليمية. وشددت كادينا سير في تقرير لها اليوم الجمعة على ضرورة توخي المدرب لوي إنريكي كامل الحيطة والحذر من كتيبة وليد الركراكي التي تخادع الخصوم وتلعب بالطريقة التي أرادت من خلال تنويمهم. ذات الإذاعة المشهورة بإسبانيا أكدت بأن المنتخب المغربي يلعب بتكتيك جد محكم من خلال الضغط العالي على الخصوم ابتداء من يوسف النصيري مع دفاع مستميت سيجعل منتخب لاروخ يعاني في حال لم يدخل المباراة بشكل جيد، مع إشارتها لقوة المنتخب المغربي عبر الأطراف التي تشهد تواجد مزراوي وحكيمي ولاعب الارتكاز في وسط سفيان أمرابط.